مفيش كلام إن إيلون ماسك هو أغنى واحد في العالم. بس تعرف إن من حوالي 700 سنة كان في حاكم مسلم ثروة إيلون ماسك ما تجيش حاجة جنب ثروته؟ أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. في سنة 1280 ميلادياً 697 هجرية اتولد منسى موسى، وحسب ما قال ابن خلدون إنه كان حفيد أبو بكر أخو الملك سندياتا كيتا مؤسس مملكة مالي. وكلمة منسى دي معناها الملك، لقب يعني زي الوزير أو الرئيس. ومسك منسى موسى حكم مملكة مالي حوالي سنة 713 هجرياً بعد ما عينوا الملك أبو بكر الثاني ملك مملكة مالي خليفة ليه، وده قبل ما يسافر في رحلة بحرية ما رجعش منها، عشان بعدها موسى يبقى المنسى أو الملك العاشر لمملكة مالي. وقال ابن خلدون إن المملكة في عهده كانت من أقوى الممالك، وإنه فتح بلاد كتير وضمها ليه زي جاو وتمبكتو وأروان وتدمكت وتوات. وبيوصف المؤرخ أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري منسى موسى وبيقول عليه أعظم ملوك السودان المسلمين، وأشدهم بأسا وأوسعهم بلادا وأكثرهم عسكرا وأعظمهم مالا وأحسنهم حالا وأقهرهم للأعداء وأقدرهم على إفاضة النعماء. وقصد العمري بملوك السودان هو لقب السودان الغربي، وده الاسم اللي طلعه الأوروبيين على منطقة نهر السنغال والنيجر. واشتهرت مملكة مالي بمملكة الذهب من كتره في المملكة، لدرجة إن عملتهم اللي بيتعاملوا بيها كانت من الذهب الخام وسموها المثقال. وبالمناسبة دلوقتي ملهمش عملة خاصة بيهم وبيتعاملوا بالفرنك الغرب أفريقي التابع لليورو حاليا. وحسب كلام المؤرخين فإن ثروة مملكة مالي المعدنية ما كانتش بس معتمدة على معدن الذهب، وكان فيها كمان معدن النحاس الأحمر، ده غير الملح اللي من الثروات اللي ما تقلش أي أهمية عن الذهب. ودول طبعا جنب العاج والتوابل والخشب اللي التجارة فيهم كسبت المملكة أكتر وأكتر، وخلت منسى موسى يعتبر أغنى راجل على مر التاريخ، لدرجة إنه لما طلع يحج عمل رحلة قلبت الدنيا وشهرته على الآخر. وبيقول ابن كثير عنها في كتابه البداية والنهاية أن 20,000 من المغاربة والعبيد قد رافقوا منسى موسى في رحلته. ويقال إنه بيقصد هنا بكلمة المغاربة الناس اللي جاية من غرب أفريقيا. وبيقولوا إن كان في قافلة منسى موسى 80 جمل، كل جمل فيهم شايل من 50 ل 300 رطل ذهب وأحجار كريمة، اللي كان بيوزع منهم لأي حد يقابله على طول الطريق. وذكر تقي الدين المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك أن قافلة منسى موسى وصلت القاهرة في مايو سنة 1324 ميلاديا. وبيقول العمري إن منسى موسى ساعتها ما كانش موافق إنه يقابل السلطان المملوكي الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون، وده بحجة إنه ما يتأخرش على استكمال رحلته للحج. بس بيقول إن السبب وراء عدم الموافقة دي عادة غريبة جدا كانوا بيعتمدوها المماليك، وهي تقبيل الأرض وإيد السلطان المملوكي. وطبعا منسى موسى شايف إنه كده هيقلل من نفسه، بس بعد ضغط وافق وقال بعلو صوته أنه لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى وما بيبصش إيد حد. بس الجزئية دي بقى تضربت فيها الأقوال، واختلف مؤرخين مع العمري زي ابن الوردي اللي قال إنه لبى الأوامر وسجد وبس إيد السلطان، ومن الناحية التانية ابن كثير والمقريزي نفوا أصلا إنه هو سجد من أساسه. المهم إن نتيجة المقابلة دي كانت هدايا وعطايا من السلطان لمنسى موسى زي الخيول والملابس وهكذا، أهو يرد جزء من الذهب اللي فرقوا على الشعب طول الطريق واللي أثر على اقتصاد مصر 10 سنين بحالهم، وده بسبب انخفاض قيمة الذهب اللي بقى مرطرط مع الناس كلها وتسبب في تضخم وكل السلع غليت على الآخر. وللأسف كل الفخامة والفخفخة اللي عايشة فيها مملكة مالي وأهلها انتهت بوفاة منسى موسى اللي يقال إنها كانت سنة 1332، وده بسبب مجموعة من الحكام الضعاف اللي ما قدروش يحافظوا على الإمبراطورية الكبيرة اللي عملها منسى موسى. ده طبعا غير الصراعات الداخلية بين أفراد العيلة المالكة اللي سهلت التدخل الخارجي زي الغارات اللي قام بيها الطوارق والبرتغاليين. وكل ده خلص على حكاية مملكة الذهب وعلى منسى موسى أغنى رجل في التاريخ.